بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل خبز رائع، قيمة غذائية وشكل ومذاق. طبعا احنا عملنا العدس قبل كده في القناة بأشكال مختلفة. ان شاء الله اعمل لكم الخبز الصح ان شاء الله في ملف كامل. انا هنا مدبلة او عاملة مقادير يعني، مدبلاها مجوزاها يعني مضعفاها. هنا حطيت العدس المنقوع، عدس منقوع يوم كامل، وبيض، وبحط هنا خل التفاح او خل عادي. طبعا العدس قيمة غذائية مرتفعة جدا، اقرأوا عنه. ممكن الاضافات بقى دي من عندكم اللي تحبوه، ده شمر مع ينسون. ممكن نحط بودرة بصل، بودرة ثوم، ممكن نحط زعتر، ممكن نحط اي حاجة انتوا حابينها. انا هنا حطيت الشمر واليانسون والبيكنج باودر، طبعا مادة رافعة مع البيض. وهضيف اضافة تانية تدي عملية ربط، اللي هي بذور الشيا، وقيمة غذائية في نفس الوقت. طبعا المقادير هحطها لكم في صندوق الوصف كالعادة. وهضيف زيت الزيتون، ممكن زبدة، ممكن سمنة، وحطينا الملح طبعا. كل ده هنديله ضربة دلوقتي بالخلاط، ونضيف له الزبادي اليوناني او قطعة جبنة قريش. كل ده هينضرب ضرب لغاية ما يبقى كريمي جدا. هنكون مسخنين الفرن على 180، ونكون محضرين القالب وفرشين فيه ورق الزبدة، ونرش على الوش اي حاجة انتوا عايزينها، اي حاجة. ده سمسم، قصدي سمسم مع حبة بركة مع بذور القرع. وعلى 180. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله طالع مسامي متماسك كأنه خبز قمح. دلوقتي الاولاد دقوه كل يوم عايزين نعمله. بصراحة لو كلتوها تدمنوه. يا سلام كمان لو نحطه بقى على جهاز التحميص، يبقى رائع رائع، مشبع ورائع، ويساعدنا في نزول الوزن وتغذية الجسم. شايفين حتى الخبز من تحت ومن الجوانب؟ صراحة شيء فاخر من الآخر. يا رب تعجبكم طريقتي فيه. شايفين الجمال؟ طبعا نقطعه وهو مقلوب على وشه القالب، وكمان بعد ما يبرد عشان ما يتفتتش مننا ويطلع متماسك.